السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زماننا ولا غريب بزاف، وولينا كنشوفوا الناس كيعطيو قيمة للباس كتر من الأخلاق. اللي لابس مزيان كيعطيوه قيمة، واللي بسيط أو خدام كيهضروا عليه بنظرة ناقصة، وكأن الكرامة كتشرى من السوق. الله تعالى قال في كتابه الكريم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة ولباس التقوى ذلك خير. يعني اللباس الحقيقي عند الله ماشي الثوب الغالي، ولكن لباس التقوى. لكن دابا بزاف ديال الناس ولاو كيتفاخروا بالمظاهر، كيلبسوا الماركات وكيصرفوا بزاف ديال الفلوس غير باش يبينوا راسهم قدام الناس، حتى وعلاو ما عندهمش ما ياكلوا. حتى في المسجد كاين اللي كيمشي يصلي باش الناس يشوفوه لابس جديد، حط العطر وموقف الراس، وإلا جلس حداه شي واحد خدام أو لابس لباس الخدمة تيرجع لور أو يتحرك من بلاصتو. واش هادي صلاة ولا عرض أزياء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وسول واحد الراجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني زوين تلبس مزيان وتكون نقي ومهند، ولكن بلا تكبر وبلا ما تحتقر الناس، حيث الله ما كينظرش للباس ديالك، كينظر لقلبك وشحال فيه من تواضع وإيمان وتقوى. من الواقع المغربي كتلقاه واحد كيمشي للجامع بجلابة غالية وكيحتقر لي لابس لباس بسات. واحد في العرس كيدير كلشي باش يبان قدام الناس، حتى كيتسلف باش يشري القفطان أو البدلة. في الشوارع أو المقاهي شباب كيدخلوا يشوفوا الناس من فوق لتحت، وإلا شافوا واحد بلباس الخدمة أو بسيط كيضحكوا عليه. وحتى في المدارس ولاد صغار كيسخروا من اللي ما عندوش ماركات، وهكا كينشأ الطفل على التفاخر والغرور. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. يعني يمكن يكون واحد مظهره بسيط ولكن عند الله عظيم بزاف. المشكل الحقيقي ماشي في الثياب ولكن في العقلية. الإسلام ما منعناش نلبسو مزيان، بالعكس أمرنا بالنظافة والترتيب، ولكن بلا تكبر، بلا ما نحتقر عباد الله. الله يحب الجمال بالتواضع، ماشي الجمال بالغرور. الله تعالى قال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني ما تفاخرش، راه الكبر ما يزيدك غير نقص عند الله. اللباس غادي يتبدل والموضة كتدوز، ولكن القلب الصافي والتواضع كيبقاو. اللي عنده لباس بسيط ولكن عنده نية خالصة الله راه أغلى من 1000 متكبر بثياب غالية. قل ديما في دعائك: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وخلي لباسك يعكس طهارة قلبك ماشي غرورك. ورجع لروح البساطة ديال جدودنا المغاربة اللي كانوا أنيقين في تواضعهم ونظيفين في قلوبهم، وكيحسبوا الجمال الحقيقي هو جمال الأخلاق والإيمان. يا خوتي الكرام، راه التوب ما عمرو يرفع مقام الإنسان، والذهب ما يزيدوش قدر عند الله. القيمة الحقيقية هي في القلب، في الأخلاق، في التواضع، في الإخلاص. كام من واحد بسيط ما عندوش لباس فاخر ولكن عنده قلب عامر بالإيمان، والله كيسمع دعاؤه ويرفع درجات. وكام من واحد كيتفاخر بالمظاهر ولكن في القلب خاوي، لا خشوع لا تقوى. تذكر يوم تلقى الله ما غاديش يسولك شنو كنتي لابس، ولكن غادي يسولك شنو درتي بلباسك، واش سترتي به نفسك ولا تكبرتي به على عباد الله. فاللهم زينا بلباس التقوى ولا تزينا بزينة الدنيا.